كوباية من الدقيق كده والمكوى، وانسي إن أنتِ تشتريها تاني من برّه، وفّري فلوسِك، وهاقول لِك إزاي تخزّنيها وتقعد معاكِ شهرين كمان في الفريزر. يالّا كده نقول بسم الله ونصلّي على الرسول عليه الصلاة والسلام في الكومنتات، وشجعونا كده بلايك حلو زيكم. كوباية كده من الدقيق، حطيت عليها كده نُص كوباية تكون مَيّة بتغلي، مَيّة مغلية مش مَيّة فاترة، لأ مَيّة تكون مغلية، ورشّة كده من الملح، وبابدأ إن أنا أقلّبها كده بالمعلقة لحد ما بتبدأ إن هي تهدى شوية، وابدأ أنزل فيها عجن كده حوالي 10 دقايق. أنا عايزاها كده عجينة جامدة ما تكونش لينة. هابدأ بقى إن أنا كده ما باريّحهاش ولا أي حاجة، باقطّعها كده حوالي 12 كورة. كوباية الدقيق عملت معايا 12 كورة. ربع كوباية كده من الزيت، نزلت عليها بمعلقة من النشا، معلقة من الدقيق، وقلّبتهم كويس جدًا. هابدأ بقى دول 12 كورة، هابدأ إن أنا أفرد 6، 6 كده مع بعضهم، وأبدأ إن أنا أفردهم كلّهم متساويين بالشكل ده كده على شوية من الدقيق. هاجيب بقى كده القطع اللي أنا فردتها بالشكل ده، وأبدأ إن أنا أدهنها بين الطبقات كده، بس خلّي بالِك ادهني كويس جدًا عشان تضمني إن هي ما تلزقش معاكِ. هابدأ بقى أدهن كويس الست 5 طبقات، والطبقة السادسة اللي هي الكورة السادسة ما باحطش عليها كده أي مادة عشان أعرف أفردها. الرخامة بتاعتي كده تكون نضيفة، وأبدأ إن أنا كده أفردها، وأبدأ إن أنا أقلبها كده من الجنبين، على الجنب ده شوية والجنب ده شوية، لحد ما أتأكد إن هي عشان تبقى كلها زي بعضها. هنا بقى تقدري إن أنتِ تعمليها سمبوسك بالطول، أو يعني تفرديها بالطول على حسب ما أنتِ حابة بقى في الوضع ده. أنا كده هاعملها عجينة spring roll، فهاعملها كده مدورة. جبت كده ورقة زبدة، حطيتها كده فوق وتحت، وبدأت إن أنا جبت المكوة بتاعتي، وكده على كل جنب حوالي دقيقة كده بالشكل ده. المكوة لازم تكون على أعلى درجة حرارة، وهابدأ إن أنا أقلبها برضه كده على الجنب التاني. الجنب ده كده عملته خلاص أهو. أبدأ بقى على كل جنب كده دقيقة بالضبط، وبابدأ إن أنا أرفع من عليها كده ورقة الزبدة. أبدأ بقى إن أنا كده شايفين هتطلع بقى معايا كده بكل سهولة، حلوة جدًا ورقيقة وجميلة. شايفين ما شاء الله إيدي باينة فيها. هابدأ بقى إن أنا بس أعملها بقى أسويها كده، والقطع اللي بتطلع منها الزيادات ديّة ما بتترميش، تقدري إن أنتِ تحمّريها، تعمليها كده مع شوربة العدس بتبقى حلوة جدًا، أو إن أنتِ تعمليها كده العيال الأولاد كده ينقنقوا فيها كده وهُم قاعدين، بتبقى طعمها حلو جدًا، وبتبقى كمان crispy أوي. شايفين بقى ما شاء الله بتطلع معايا كده بكل سهولة. لو اتبعتِ كده الخطوات هتبقى معاكِ حلوة جدًا، وبكل سهولة كده. شايفين رقيقة وجميلة، وإيدي باينة منها وطرية وحلوة أوي. هابدأ بقى إن أنا أحطها كده على مناديل أو على فوطة لحد ما أخلّص الكمية كلّها. ما شاء الله كوباية الدقيق طلّعت معايا كمية حلوة كبيرة. شايفين ما شاء الله حلو جدًا، كتير قد إيه. يعني تقدري إن أنتِ بقى تستخدميهم كده مرّة، أو لو أنتِ عايزة تعمليها طاسة ما بتاخدش معاكِ وقت خالص زي ما أنتِ شُفتِ كده، ما بتاخدش وقت ولا مجهود في العمايل خالص، وسهلة، ولا هتقفي بقى على بوتاجاز ولا أي شيء. ابدئي بقى كده احشيها، وأبدأ إن أنا أقفلها كده بس بدهنة من خليط المَيّة والدقيق، بتكون سهلة جدًا معايا في الفرد. عايزة أقول لِك بقى تقدري تحشيها أي حشو. أنا حشيتها النهارده كده جبنة، تقدري بقى إن أنتِ تحشيها جبنة، تقدري تحشيها لحمة مفرومة، فراخ، أي عصاج أنتِ بتحبيه، أو أي حشوة، وتشيليها كده في الفريزر محشية كده. وبعد كده بتطلعيها تقليها بقى وهي متلجة. عايزة أقول لِك زيت كده يكون سخن، ويكون درجة حرارته متوسطة عشان ما تلهفهاش منِك وتستوي. عايزة أقول لِك ما بتاخدش معاكِ بقى زيت خالص، وبتطلع كريسبي وطعمها حلو أوي. وهاوريكم كده الفقاقيع اللي بتطلع فيها كده، معنى كده إن العجينة ناجحة وطعمها حلو أوي. لو عجبتكم فكرة النهارده حطوا لها لايك، ولو وصلتوا لحد هنا كده في الفيديو اعملوا لي كده كومنت حلو زيكم. شايفين بقى القمر والحلاوة حلوة جدا وسهلة، ما بتاخدش معاكي وقت، ولا وقفت على البوتاجاز ولا عملت اي حاجة. انا بالنسبة لي ما بخزنهاش، انا بالنسبة لي كده كل يوم لو انا حباها بعملها كده، ما بتاخدش معايا وقت في العمايل خالص. يعني في خلال 10 دقايق بكون عاملاها ومحمراها كده وحطاها جنب الفطار، بتكون طعمها لذيذ وحلو جدا. بس لو انت بتحبي ان انت تفرزي، فرزيها كده شكلها حلو وطعمها لذيذ.